زي ما انتم شايفين كده الخلطه جاهزه معانا. هنحشي بقى على طول، يا دوبك بقى هنقور الكوسه والفلفل ده هنقوره برده، وهنحشي بقى على طول. هيبقى جاهز بسرعه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه يوميات تحدي المشاكل. انا اماني ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل محشي المشكل كده زي ما انتم شايفين، فلفل وكوسه. وعندنا بقى الخلطه جاهزه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده هنقور فلفل، وهنقور الكوسه ديت. هوريكم واحده من دي واحده من دي، وبعدين انا هكمل الكميه كلها ايه لوحدي. اول حاجه كده هعمل ايه، هقطع كده الحرف ده. هلاقي كده من جوه الجزء ده، هحاول اسلكه كده من على الجوانب بالسكينه كده. هتطلع الجزء ده بمنتهى السهوله. بس دلوقتي بقى هنقور الفلفلايه دي. هنعمل ايه، هنشيل الجزء اللي على الحرف ده اهو كده. نحاول نسلكها كده من على الحروف، بس هنشيل الجزء بالراحه كده. هنشيل الجزء اللي هو ده اللي هو البذر، شايفين؟ بس كده. هعمل بقى كل الكميه، انا جايبه نص كيلو. هعمل كل كميه الفلفل دي وهبقى اوريها لكم. دي بقى نيجي بقى هنا نيجي بقى للكوسه دي. هندخل كده وهنعمل بالراحه خالص ونلف اهو، شايفين كده اهو. هندخل كده ونعمل بالراحه خالص ونلف اهو. ونطلع القلب ده بقى كده اهو، شايفين؟ هنقور كده ونشيل القلب كده. نقور كده ونشيل كده اهي، زي ما انتم شايفين كده اهي. عملناها، ده بقى شكلها. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده حشينا الكوسه والفلفل بعد ما قورناهم، وده بعد المنظر. دلوقتي بقى كده هنسقي المحشي زي ما انتم شايفين. هنسقي بقى الحله التانية. ده بقى عباره عن ايه، نص كيلو فلفل ونص كيلو ايه كوسه. دلوقتي بقى كده احنا حطينا المحشي على النار زي ما انتم شايفين كده، وهنغطي. وبرده الحله التانية حطيناها على النار كده زي ما انتم شايفين، هتغلي لمده 10 دقايق. اول ما الميه تشربها فهنوطي النار عشان ايه، يستوي على الهادي. دلوقتي بقى هنغطي الحله التانية زي ما انتم شايفين، شغلنا عليها وهنستنى 10 دقايق تغلي، وبعدين ايه هنوطي عليها النار عشان تستوي على الهادي. ده بقى منظر الفطار زي ما انتم شايفين كده. غرفنا الاكل المحشي مشكل، ملوخيه وفراخ ومخلل. ممكن نضيف بقى اي نوع سلطه زي ما تحبوا.
ممكن نضيف اي نوع شوربه، شوربه لسان عصفور، شوربه بشعريه، ممكن نضيف اي نوع شوربه انتوا تحبوه. دلوقتي بقى نعمل تحليه سريعه. زي ما انتم شايفين كده جبنا بسكوت مكسر وحطيناه في القالب، وبعدين بقى هنعمل له صوص. زي ما انتم شايفين كده الصوص ده عباره عن ايه، 6 معالق كبيره كاكاو، وبعد كده كوبايه ميه كبيره، نقلب على البارد ونضعهم على النار لحد ما يقصر الشكل بتاعهم، يعني الكميه بتاعتهم تقصر، وبعدين نحط مكعب زبده ونقلب، وبعدين نوطي النار شويه ونتركه حتى يقصر القوام، بعدين نتركه يبرد، وبعدين اكسر البسكوت واحط عليه ايه الصوص دوت. وبعدين هعمل بقى الجزء اللي بعد كده اللي هو طبقه الكريم شانتيه. دلوقتي بقى هنعمل الطبقه التانية وهي طبقه الكريم شانتيه. عباره عن ايه، كوبايه كريم شانتيه كبيره، نص كوبايه ماء مثلج يعني ميه بارده جدا، 2 معلقه كبيره هرميه كاكاو خام وفانيليا، واضربهم واضع جبنه كريمي او 5 مثلثات جبنه كريمي مثلا في حراره الغرفه، واقلب واحط فوق الطبقه ديت البسكوت. زي ما انتوا بقى كده هتشوفوا حطينا بعد طبقه الكريم شانتيه هنحط صوص خفيف من الصوص الاولاني اللي حطيناه في اول الفيديو، وبعدين هنحط فوقيه ايه بسكوت من المكسر كده اهو. ده الصوص اللي بقول لكم عليه، الصوص الخفيف ده. وبعدين بعد ما احطه كده ويسقع شويه في التلاجة احط فوقيه ايه البسكوت المكسر حته. البسكوت ده بيتكسر ازاي، كل قطعه بسكوت ساده بكسرها مش كتير، بكسرها 4 اجزاء. ممكن احط بدل البسكوت ده اوريو. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم.